السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني من كل مكان، أهلا وسهلا في روتين جديد. روتين لذيذ وخفيف، وهنعمل مع بعض أكتر من حاجة. بس في الأول أحب أرحب بالمشتركين الجداد اللي نوروني في قناتي في بيتنا الكبير، ويا رب تعجبكم القناة، وشكرا جدا على متابعتكم. وكمان أنوه للناس اللي هي مش مشتركة معايا أو نسيت تشترك، يا ريت تشتركوا. في كلمة حمرا تحت الفيديو مكتوب عليها اشتراك أو سبسكرايب، تدوس عليها وبعد كده تدوسي على الجرس الأسود عشان يوصلك مني كل جديد، واللايك بقى والشير الجميل بتاعك لو أمكن. الفيديو ده بصراحة خفيف قوي وجميل ولذيذ كده، في حاجات كده تكات كده بسيطة. ممكن تاخدي منها أفكار، كلنا مع بناخد من بعض أفكار. والفيديوهات دي احنا بنشاهدها فبنحس كده بشوية طاقة كده توصل، يعني تبقى عندنا شوية طاقة كده نقوم نجهز أو نقوم ننظف عندنا، فبنشجع بعض. فتابعوني إن شاء الله، هيبقى فيها يعني شوية أفكار حلوين. جبت هنا السجادة وحاولت ان انا اغسلها بطريقة كويسة عشان اوفر الوقت والمجهود واقدر ان انا اخلص باقي السجاد. فهمسك كده واحدة واحدة. جبت الجل، سواء بقى اريال او اي مسحوق غسيل بيكون جل، انا بحب اغسل بالجل اكتر من اللي هو البودر ده. آه، صبيت المية وبدأت ان انا اغسلها بقى كده بالراحة، ولحد ما الحمد لله انتهت. وممكن تحطي بقى في الوقت ده بعد ما وانت بتشطفيها ممكن تحطي لها المعطر. معطر السجاد بيديها حلو قوي قوي يا بنات، فممكن تحطيها. وكمان اي معطر انت تحبيه، مش شرط اي حاجة معينة، لكن اللي انت بتحبيه او بتستخدميه، بس هو بيدي زي ما قلنا ريحة كويسة. فنحطها في الشمس تتنق كده وتنشف. طبعا هي بتاخد وقت كده في الشمس عشان احنا في الشتاء. فممكن تقعد لها يومين ثلاثة كمان لحد ما تنشف، وهنفرشها مع بعض. وبعد كده هنعمل شوية ترمس حلوين جدا، وهقول لكم على إضافة كده بسيطة هنحطها للترمس هتخليه في يعني في حتة تانية خالص. آم، الإضافة ديت بتبقى موجودة يعني في كل بيت، وهي عبارة عن معلقة من الكمون الصحيح، مش مطحون. بس في الأول احنا هننقي الترمس وهننقعه حوالي من 6 ساعات ل9 ساعات عشان ما ياخدش معاكي وقت في السوى. وبعد كده أول ما هنلاقي إن حبة الترمس بدأت إن هي لونها يتغير ويصفر، وكمان هي بدأت تنفش شوية كده، يبقى خلاص كده مرحلة النقع خلصت، وهنبتدي إن احنا نحطه على النار ياخد له كده غلوتين لحد ما نحس ان هو استوى. بس خلي بالك برضو ممكن يتهري منك، فاحنا مش عايزينه يوصل للمرحلة دي، فهنغليه مثلا غلوتين ثلاثة كده. وتمسكي الحبة تلاقيها ان هي خلاص بدأت ان انتي تبقى مستوية شوية تحت ايدك كده، يبقى خلاص كده تفصلي وتبتدي ان انت تشطفيه كذا شطفة، لان المية بتاعته بتبقى فيها غازات مش مستحبة، فاحنا لازم نتخلص منها لحد ما لون المية يبقى اللون الشفاف اللي احنا عارفينه كده. بعد ما غلى خلاص اهو، نبتدي بقى نصفيه ونحط له بقى الاضافات بتاعتنا، ونعمل له المحلول الملحي اللي احنا هنحطه، ونحط له الاضافه اللي هي الكمون معايا. وكمان هنحط له حاجه حلوه قوي بتهدي له مزازه كده، وهي هنحط له حوالي ربع معلقه صغيره من ملح الليمون. وطبعا ما تنسوش ان انا هحط برضو ليمون، يعني الليمون وملح ليمون وكمون حصى، والملح العادي اللي احنا هنملح بيه. الحاجات دي بتخلي طعمه حلو جدا، وكمان ريحة الكمون والليمون بتديله ريحة حلوة قوي. اعمليه بس بالطريقة ديت وان شاء الله هيخلص معاكي بسرعة، واولادك هيطلبوها منك على طول. حطيت هنا حوالي 3 4 ليمونات كبار، يعني زي ما احنا شايفين كده حوالي ربع الكوباية، ربع المج بتاع الشاي. هقلب كده وبعد كده احط معلقة الكمون الحصى. نقلب تقليبة كده عشان كله يعني يبقى داخل في بعضه كده، والنكهات كلها تبقى حلوة، والطعم الترمس يبقى طعمه يعني الليمون بيديله طعم حلو، وزي ما قلت لكم ريحة، وكمان الكمون، وغير كمان ملح الليمون اللي احنا حطيناه والليمون، فبيدي مزازة
يعني رهيبة بصراحة. اعمليه بالطريقة ديت ان شاء الله هيعجبك. انا بقى بحب اجيب الزبدة، هي الزبدة ديت نوعها فرد، بحب استخدمها جدا مع الرز او مع الحلويات بتبقى حلوة. بجيبها وعشان اسهل على نفسي فببتدي ان انا اقطعها كده مكعبات عشان اسحب منها قطعة قطعة. ممكن تحطيها في التلاجة من تحت، وممكن لو انت هتستخدميها وهتقعد معاكي فترة طويلة وتحطها في الفريزر وتطلعي منها مكعب مكعب هيفك معاكي بسرعة. فان انت تقطعيها كده مكعبات بتبقى بتسهل عليكي العملية جدا. دايما بجيبها واعملها كده، وبعدين احطها في علبة واقفلها كويس واحطها في التلاجة من تحت. بس دايما لما تحطي الزبدة وتستخدميها تحطي معاها معلقة من الزيت، زيت اي زيت ذرة، زيت عباد اللي يريحك اللي انت بتستخدميه، عشان بس الزبدة بتاعتك ما تتحرقش وانت بتستخدميها. يعني هي تكة بسيطة كده، بس برضو بتخليكي تحافظي على الزبدة ما تبقاش محروقة او ريحتها وحشة. هنحطها في العلبة ونغطيها كويس ونحطها على التلاجة على طول. كده جهزت معانا. نيجي بقى للبطل بتاع الفيديو النهاردة وهو الفسيخ. انا عملته كتير قبل كده وعملته فيديو لوحده وحطيته على القناة، ممكن ان انتي لو عايزاه بالتفصيل تروحي هتلاقيه ان شاء الله في الفيديوهات اللي نازلة مؤخرا بطريقة سهلة وجميلة جدا، وصدقوني بيطلع في منتهى الروعة، بيديني اللون الوردي الجميل ده ويبقى حلو قوي. فانا هنا جبت كمية السمك البوري اللي احنا محتاجين نعملها فسيخ، الكمية اللي انت عايزاها، بس ده حجم وسط، في منه الحجم الجامبو الكبير وفي حجم كمان اصغر من ده. انا بفضل ده عشان برضو لما نسحب الواحدة يعني تتاكل على طول. انت عارفين لما الفسيخ بيبقى موجود لوحده كده، يعني بعد ما لو اتبقى منك حاجة بيبقى بتحتسي بيه في التلاجة بقى، بتبقى محوسة يعني، فاحنا ناخد اللي هو الصغير ده فبيخلص معانا على طول. جبت هنا الملح الخشن، هو يفضل ان انت تستخدمي معاه ملح خشن، ممكن تحطي له معلقة اللهم صل على سيدنا محمد، معلقة كركم، وكمان ممكن تحطي معاه شطة لو انت عايزاه سبايسي، وممكن تحطي كمان ورق لورا. الثلاث اضافات دول ممكن تحطيها، ممكن شطة وورق لورا وكركم، لكن انا استغنيت عنهم الثلاثة واستكفيت بس بالملح، ولازم يكون ملح خشن عشان الفسيخ بتاعك ميبقاش حادق قوي مملح. المهم انا حشيت الخياشيم بتاعته كويس جدا بالملح، ورشيت معاه شوية كده وحطيت مع كل 2 3 كده مع بعض عكس عكاس، يعني الراس ناحية الديل وهكذا. وابتدي بقى لفيه في اكياس على قد ما تقدري، كفنيه بمعنى اصح. انت ممكن تلفيه في الورق البلاستيك راب وتقفليها من كل الجوانب كده، وده اضمن. لكن ما عندكيش بلاستيك راب ممكن تستخدمي في اكياس زي ما احنا قلنا كده، المهم ان انت تخرجي منه الهواء تماما، وتبتدي تحطي كيس جوه كيس جوه كيس لحد ما تضمني ان مفيش هوا داخله خالص. وتحطيهم بقى كده مع بعض وكل يومين تقلبيه، هيبقى جميل جدا معاكي. يا ريت الفيديو يكون عجبك واستفدت منه ولو بالقليل، واشوفك على خير في فيديو قادم بأمر الله. تحياتي.